كشفت مصادر بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غادر الكويت قبل يومين غاضبا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بسبب لقائه برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في قطر، إضافة إلى إعلان كل من إثيوبيا ونيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا تشكيل مجموعة الأربعة على هامش القمة الإفريقية الأوروبية ببروكسل. وكشفت المصادر لعربي بوست أن لقاء السيسي وتبون لم يتم في الكويت، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غادر الكويت فجأة قبل وصول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بساعات، ما يعني إلغاء القمة الثلاثية التي كان من المنتظر عقدها بين الرئيسين وأمير قطر. وكانت وسائل إعلام مصرية وكويتية وجزائرية أكدت نقلا عن مصادر دبلوماسية عقد قمة ثلاثية بين القاهرة والجزائر والكويت في هذه الأخيرة. ووفق المصادر الإعلامية فإن سبب إلغاء القمة هو غضب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من لقاء الرئيس الجزائري برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في قطر، إضافة إلى إعلان كل من إثيوبيا ونيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا تشكيل مجموعة الأربعة على هامش القمة الإفريقية الأوروبية ببروكسل، ومن شأن ذلك أن يفجر أزمة سياسية بين مصر والجزائر. وترى القاهرة أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قد انتهى سياسيا بعد سحب الثقة منه من طرف مجلس النواب الليبي بقيادة عقيل صالح المقرب منها. وفي خبر آخر، لجأ الرئيس الجزائري إلى خطاب مشابه لذلك الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس قبل 6 سنوات خلال لقائه بأفراد الجالية الجزائرية في الكويت في محاولة للتقرب من دول الخليج، حين قال إن بلاده تعتبر أن ما يمس هذه البلدان يمسها هي أيضا، وهو الكلام الذي صدر عنه بعد 24 ساعة على لقائه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في قطر، وهو الشخص الذي تعتبر كل من الإمارات والسعودية أن بلاده هي المسؤولة الأولى عن الهجمات التي تتعرض لها من طرف جماعة الحوثيين. وقال تبون إن الجزائر تحاول الاقتراب من منطقة الخليج على الرغم من البعد الجغرافي بينها وبين المنطقة المغاربية، مبرزا أن بلاده ستعمل على الدفاع عن دول الخليج العربية لأن ما يمسهم يمسنا وما يمسها كأنما يمس الجزائر على حد تعبيره، وهي صيغة تكاد تكون مقتبسة حرفيا من خطاب سبق للملك محمد السادس أن ألقاه أمام القمة المغربية الخليجية بالمملكة العربية السعودية يوم 20 أبريل 2016. قال الملك محمد السادس من الرياض عن المغرب والأردن ودول الخليج ال6: إننا نواجه نفس الأخطار ونفس التهديدات على اختلاف مصادرها ومظاهرها، فالدفاع عن أمننا ليس فقط واجبا مشتركا بل هو واحد لا يتجزأ. فالمغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربية من أمن المملكة، ما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم. وأعاد العاهل المغربي الفكرة نفسها في دجنبر الماضية حين بعث رسائل لقادة دول السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وحينها قال إن المغرب يعتبر دائما استقرار وأمن دول الخليج العربية جزءا لا يتجزأ من أمنه واستقراره، إيمانا منه بما يجمعهما من وحدة المصير. وللإشارة فإن مناسبة تلك الرسائل كانت هي شكر أولئك القادة على دعمهم لمغربية الصحراء. ويأتي كلام تبون في وقت عادت فيه جماعة الحوثيين في اليمن إلى استهداف العمق السعودي والإماراتي، وهي الهجمات التي تنسبها الرياض وأبو ظبي لإيران باعتبارها الجهة التي تتولى دعم وتمويل وتسليح ميليشياتها، علما أن الجزائر تعيش حالة من التقارب الغير المسبوق مع إيران، حيث اجتمع رئيسا البلدين على هامش مشاركتهما في القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في العاصمة القطرية الدوحة. وكانت دول الخليج قد أعلنت بشكل صريح شهر أكتوبر الماضي عبر ممثليها في مجلس الأمن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لقضية الصحراء، قبل أن يعاود قادتها هذا التأكيد خلال اجتماع في السعودية ضمن أشغال المجلس الأعلى للتعاون الخليجي.
وهي الخطوة التي جاءت بعد أن عبر تبون عن رفضه لمقترح خليجي تولت الكويت تنسيقه بهدف الوساطة بين المغرب والجزائر على خلفية قرارها الأخيرة قطع العلاقات مع جارها الغربية. أكدت حكومة مدريد على أن تصنيف منظمة الأغذية والزراعة الفاو لمياه جزر الكناري داخل منطقة الصيد المغربية ليس له تأثير على السيادة الأرخبيل، ولكن الأمر يرجع إلى دوافع إحصائية ولا يوجد خطر. وجاء هذا التأكيد من الحكومة الإسبانية في رد برلماني على السؤال عن الحزب اليميني المتطرف فوكس حول الخطوات التي تعتزم مدريد اتخاذها أمام تصنيف مياه الكناري كساحل مغربية. وشددت حكومة مدريد على أنه لا تسمية ولا ترسيم الحدود والتقسيمات المختلفة التي تتم فيها هيكلة مناطق الصيد المستخدمة حصرية للأغراض الإحصائية من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لها تأثير على سيادة المياه الكنارية. وأوضحت الحكومة الإسبانية أن هذه الحقيقة مذكورة صراحة في دليل إحصاءات الصيد، وأي مرجع آخر لهذه المنطقة يتعلق بالمجالات المذكورة. وذكرت أن المنطقة المعنية وهي 34.1.1 قد حصلت على هذا الاسم منذ أكثر من 30 سنة بناء على ما تم الاتفاق عليه في لجنة مصايد أسماك شرق وسط الأطلسية. وكان تحديد الأمم المتحدة لمياه الكناري على أنها جزء من الساحل المغربي واعتبار حكومة مدريد أن المسألة ليست خطيرة قد أثار جدلا واسعا وسط الأحزاب السياسية الإسبانية. وتفجر هذا الجدل بعد أن أظهرت خريطة العالم لمناطق الصيد التابعة للأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو مناطق نشاط الصيد التي تنتمي إلى جزر الكناري أنها جزء من الساحل المغربي. واعتبرت مدريد أن الأمر لا يتطلب شكوى رسمية لأنه في رأيها ليست قضية تتعلق بالسيادة. وفي خبر آخر، لجأ النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية إلى تحالف إفريقي يضم كل من الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا يحمل اسم مجموعة الأربعة كتحالف جديد للتشاور والتنسيق حول قضايا القارة الإفريقية مستقبلا في خطوة غير مسبوقة من أبرز الدول المشكلة للاتحاد الإفريقي. وكانت الدول الأربعة قد قررت على هامش القمة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي التي عقدت في بروكسل تأسيس مجموعة الأربعة للتشاور والتنسيق من أجل حلول عملية وفعالة لمختلف القضايا التي تواجه القارة الإفريقية على حد تعبيرهم. واتفقوا على عقد قمة رسمية لاحقا لرسم خريطة طريق لإفريقيا خلال الأشهر والسنوات المقبلة. والملاحظ أن هذا التحالف يضم دولا معروفة بمواقفها المعادية للوحدة الترابية للمملكة ضمنت مقعدا لها في مجلس الأمن والسلم الإفريقية، ما يطرح تساؤلات حول الغرض منها. وتواصل الجزائر البحث عن قنوات التواصل والتنسيق مع الدول الإفريقية المعادية للمغرب، خاصة بعد التطورات التي شهدتها قضية الصحراء المغربية، إذ يتقاسمون الهاجس نفسه المتعلق بالدفاع عن أطروحة الانفصال الوهية والعمل على تقويض جهود المغرب في ضمان سيادته الوطنية.